بملامح جميلة وجذابة اقتحمت قلوب معجبيها، وما سمحتش إن يكون جمالها هو بوابة عبورها للفن. لأ، طورت أدواتها واجتهدت من أجل تقديم أعمال فنية رائعة. الفنانة هدى رمزي اتولدت في 10 نوفمبر 1958 وسط أسرة بتؤمن بقيمة الفن وتعرف معنى الإبداع. والدها هو المخرج الكبير حسن رمزي، أما أخوها هو المنتج صاحب الرؤية الفنية محمد رمزي. درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، وبعد تخرجها قررت إنها تحترف التمثيل، وأسرتها ساعدتها في كده. وخلال فترة قصيرة بقت واحدة من أشهر نجوم مصر، وقدمت أعمال مهمة ورصيدها في السينما حوالي 12 فيلم، أهمها بئر الخيانة واغتصاب، جري الوحوش، الرداء الأبيض، عصر الذئاب، لست شيطانا ولا ملاكا، وحنف الأبهة. أما في التلفزيون فشاركت في بطولة 8 مسلسلات، هي الزوجة تعرف أكتر، وأحلام الفتى الطائر، والحب وأشياء أخرى، وبنت الأيام، والسمان والخريف، وعلي الزيبق، وبلاغ للنائب العام، والنساء يعترفن سرا. وفي سنة 93 قدمت الفنانة هدى رمزي آخر أعمالها الفنية بمشاركتها في مسلسل الصديقان. وفي نفس السنة قررت إنها تبتعد عن ساحة الأضواء والشهرة. وفي سنة 2022 ظهرت في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، واتكلمت عن سبب اعتزالها، وقالت إنها بعدت عن الساحة الفنية لأسباب شخصية، وقالت إن واجب على الفنان إنه يحرص على الخصوصية في حياته. والفنانة هدى رمزي اتجوزت 6 مرات، الأولى من شخص اسمه خالد وحصل الانفصال بسبب اختلاف الطباع، وجوازتها التانية كانت من رجل الأعمال طه غانم. أما الجوازة التالتة فكانت من محامي اسمه سمير عيسى. وعقب فشل التجربة التالتة قررت الجواز للمرة الرابعة من رجل أعمال، وانفصلت عنه بعد سنة واحدة جواز، وخاضت تجربة الجواز للمرة الخامسة. وفي سنة 1999 اتجوزت للمرة السادسة من لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي. أما بخصوص عودتها للفن قالت إنها لحد دلوقتي ملقتش عمل يقنعها بالعودة للجمهور من جديد، وقالت إنها مازالت بتحب مجال الفن وما اعتزلتش. أما شريف رمزي اتكلم عن عمته الفنانة هدى رمزي وقال لو جالها دور حلو هتفكر فيه، ما اعتقدش انها اعتزلت، ولو جالها دور كويس اكيد هترجع تاني. والفنانة هدى رمزي بدأت مسيرتها الفنية في منتصف السبعينات، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم عادل إمام وفاروق الفيشاوي وحسين فهمي وصلاح ذو الفقار ونور الشريف وغيرهم من النجوم. أما الفنانة هدى رمزي قالت إن صديقتها الفنانة سهير رمزي هي اللي أشعلت جواها الرغبة في العودة للأضواء، وقالت إنها مش عاوزة ترجع تاني من خلال دور مش كويس، مش عاوزة أرجع وفي نفس الوقت أنزل من نظر الناس، ومش عاوزة أعمل حاجة الناس تقول بسببها إيه اللي رجعها. لازم أشارك في عمل يليق بيا ويعليني، مش عايزة أعمل أي حاجة والسلام. وما بيتعرضش عليا أعمال لأني كنت مبتعدة تماما، وما كانش فيه فرصة لحد يعرض عليا شغل. وأضافت بتواصل دايما مع الفنانة سهير رمزي ونورة بوسي، وبقول لهم اعتبروا إن عيبي الوحيد هو عدم حبي للتليفون، لأني بحس إنه بيقتحم الخصوصية. وتابعت طبعا بحن للتمثيل والأيام جيلي، وبتخض على سهير رمزي لأنها حبيبتي أوي، كانت بتعمل مسلسل مع هاني رمزي الأيام اللي فاتت، وكنت ببقى مخضوضة عليها خصوصا لما بترجع الساعة 8 الصبح وتتصل بيا تقولي لسه راجعة. أما عن الفرق بين الوسط الفني بين الماضي والحاضر فقالت زعلانة على المجال دلوقتي، وقتنا كان سهل تسمعي كلمة نجوم، كان عندنا فنانين عظام ومؤلفين ومخرجين، زمان كان فيه رواد في مجال الفن. ومن خلال متابعتي للفيسبوك بقيت بقول جيلي وحشني، حقيقي مفتقدة جدا الحياة اللي كنت عايشاها مع أولاد جيلي، لكن الناس دلوقتي ما عندهمش وقت. وزمان كان فيه غيرة فنية، بس في النهاية بنحترم بعض من أصغر عامل لأكبر نجم، علشان كده بنتفرج على أفلام الأبيض وأسود وبنصدقها، مع إن يمكن الفنانين الحاليين متمكنين أكتر من ناحية الأداء، لكن إحنا كنا منورين قوي. وأضافت أنا ضد فكرة الاعتزال، الفن مفهوش اعتزال،
ممكن الفنان يبعد شوية، لكن يعتزل من إيه؟ أنا مبتعدة فقط، والحقيقة أنا ابتعدت لأسباب شخصية، وأنا بحب الفنان اللي بيحتفظ بخصوصية في حياته. أما عن بدايتها فقالت: أعجبت بمجال التمثيل لما كنت بحضر مع والدي كواليس فيلم غروب وشروق للفنانة الراحلة سعاد حسني. والدي كان المنتج، وكان سني وقتها 12 سنة، وحفظت مشهد للسندريلا في البيت، وقلت له عايزة أمثل، فقال لي بدري شوية.